هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 203، رقم الحديث 362، بسنده عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن ينتحل هذا الأمر، ينتحل يعتقد، ربما البعض منكم قد يتصور أن معنى ينتحل يزور كانتحال الشخصية، هذا معنى آخر، لكن المعنى هنا ينتحل يعتقد. انتحلت العقيدة الفلانية، اعتقدتها. إن ممن ينتحل هذا الأمر، ممن يعتقد بعقيدة شيعة علي وآل علي، أكان صادقا أم كان كاذبا؟ لكن الانتحال هو الاعتقاد. إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني من الشيعة، من الذين يعدون في أولياء علي وآل علي ولو بالمعنى العام، بالنتيجة من الشيعة. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب، كذاب، ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. الشيطان هل يحتاج مثلا إلى كذب الطبيب على مرضاه؟ لا يحتاج إلى هذا الأمر كثيرا. صغار الشياطين ينشغلون بمثل هذه الأمور. الشيطان هنا المراد منه الشيطان الأكبر، إبليس. لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. إنه كذب رجال الدين، كذب الذين يرجع الناس إليهم في أمور دينهم. هذا هو الكذب الذي يحتاجه الشيطان، كذب الذين يؤسسون العقائد للناس، كذب الذين ينشئون الأديان للناس، كذب الذين يأتوننا بالفكر الناصبي ويكذبون علينا على أنه فكر علي وآل علي. هذا هو الكذب الذي يحتاجه الشيطان. إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. إنهم مراجع النجف، إنهم الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنهم علماء الدين، هؤلاء الذين إذا ما صلحوا صلحت الأمة، وإذا ما فسدوا فسدت الأمة. فالشيطان يحتاج إلى كذبهم، لأن برامجه لا يستطيع أن يمررها بين أبناء الأمة إلا عبر أكاذيب هؤلاء المراجع. أليس هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟
الشيطان يريد أن يبعد الشيعة عن إمام زمانهم. فمن الذين يقومون بهذا الأمر؟ إنهم الذين يضعفون أحاديث أهل البيت وينفرون الشيعة من أحاديث أهل البيت على أساس أنها ضعيفة لا يعتمد عليها. من هم الذين يقومون بهذا الدور؟ مراجع النجف. الشيطان يريد أن الشيعة تشكك في نصوص الزيارات كي لا يعرفوا أئمتهم من خلال نصوص الزيارات. لا يستطيع الشيطان أن يأتي إلى الشيعة ويقول لهم من أن نصوص الزيارات هذه ضعيفة، إنه يكلمهم عبر ألسنة المراجع، عبر ألسنة الخطباء المشهورين، كي يضعفوا الأحاديث والروايات والزيارات والأدعية. الشيطان يريد من الشيعة أن ينقضوا بيعة الغدير، أن لا يفسروا القرآن بتفسير علي وآل علي. لا يستطيع أن يأتي إليهم ويقول لهم اهجروا تفسير علي وآل علي، لكن عبر الوائلي وعبر محمد باقر الصدر وعبر الخوئي وعبر السيستاني يتكلم الشيطان، وعبر البقية الباقية يتكلم إبليس كي ينفر الشيعة من تفسير علي وآل علي، وكي يقرب الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي وإلى تفسير الطبري وإلى تفسير سيد قطب وأمثال هؤلاء. هذا هو الذي يجري على الأرض أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم أصحاب العمائم الآن تسمعونني في النجف في كربلاء، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ هل يوجد شيء آخر؟ إلى متى تبقون كذابين؟ تكذبون على أنفسكم، تكذبون على عوائلكم، تكذبون على التلامذة الذين يدرسون عندكم، تكذبون على جيرانكم. إلى متى تبقون كذابين؟ هذا هو الكذب الذي تكذبونه والذي يحتاجه إبليس. إبليس لا يحتاج إلى كذب الموظف في دائرته، يحب ذلك، وهذا من شأن أبالسته الصغار. لكن إبليس الأكبر الذي ترتدون عمائمه، إنها العمائم الإبليسية التي تلبسونها. لست أنا الذي أقول، أحاديث الكافي الشريف هي التي تخبرنا عن أن عمائمكم هذه التي تلبسونها هي عمائم إبليس. إبليس الأكبر هذا الذي تتوجون رؤوسكم بعمامته هو هذا الذي يحتاج إلى كذبكم. وأنتم حينما تكذبون على الشيعة فإنكم تقدمون ما يريد إبليس أن يقدمه للشيعة، إنه ينطق عبر ألسنتكم. هناك ناطقان، هناك ناطق ينطق عن الله وهم محمد وآل محمد، وهناك ناطق ينطق عن الشيطان وهم مراجع الدين وأولادهم وأصهارهم ووكلاؤهم. هؤلاء هم الذين ينطقون عن الشيطان. أليس هذا هو الذي يجري على أرض الواقع؟ هل إبليس يريد من الشيعة أن يفسروا القرآن بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير؟ ماذا تقولون أنتم؟ يريد هذا؟ إبليس لا يريد هذا. من الذي نفذ هذا المشروع؟ مراجع النجف، من تفسير التبيان
الزمان وإلى يومك هذا وما يأتي من الأيام. هل إبليس يريد من الشيعة أن يعتقدوا من أن الدين الحقيقي له أصل واحد، مثل ما يقول رسول الله لعلي: يا علي أنت أصل الدين؟ هل أن إبليس يريد من الشيعة ذلك؟ والقرآن صريح في هذا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. لماذا؟ لأن عليا هو الأصل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأصل هنا في نص بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، لأنه هو الأصل، ووفقا لهذا الأصل يقسم الناس ما بين الأولياء والأعداء، ما بين أولياء الله وأعداء الله، وفقا لهذا الأصل: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إبليس يريد هذا؟ لا يريد هذا. كيف ينفذ ذلك؟ عبر الطوسي، عبر السيستاني، عبر منظومة أصول الدين الخمسة، وما تشقق عليها من هراء بعد ذلك. إسحاق الفياض جعل الإمامة من فروع الدين، محمد رضا السيستاني جعلها دون الفروع، قدم الفروع عليها إلى سائر التنزيلات الأخرى. وقد جئتكم بالوثائق والأدلة التي تثبت ما أقول بشكل قطعي لا مجال للنقاش فيه. فإبليس لا يستطيع أن يثبت ذلك وأن يقدم ذلك للشيعة، إنما يقوم عبيد إبليس وهم مراجع النجف بتقديم هذا الضلال للشيعة. هؤلاء هم أعوان إبليس عبر هذا الناطق الإبليسي. فمن عبد إبليس كان مصغيا لهذا الناطق. هما ناطقان: ناطق عن الشيطان وناطق عن الرحمن. الذي أصغى لناطق الرحمن فقد عبد الرحمن، والذي أصغى لناطق الشيطان فقد عبد الشيطان. وناطق الشيطان هم هؤلاء الذين نطق الشيطان بألسنتهم. هذه حقيقة أو لا؟ أنا لا أريد جوابا منكم، أنتم أجيبوا أنفسكم. الصادق يقول إن ممن ينتحل هذا الأمر من الشيعة ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. إنهم مراجع الدين، هؤلاء الكذابون الذين يقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الزمان. هم نواب للشيطان، هم نواب لإبليس، ما هم بنواب لصاحب الزمان. نعم، هذه السفاهة وهذا التخلف وعدم القدرة على قراءة صلاتهم بشكل صحيح، هذه علائم النيابة عن إبليس. ما هي علائم النيابة عن صاحب الزمان؟ تتفقون معي أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟